3 تحديثات لواتساب مهم قوي انك تعرفهم. التحديث الاول، وده غالبا عشان هم لاحظوا ان احنا بنكتب الرد في دماغنا على رسائل الواتساب وبننسى نكتبه في الحقيقه. عملوا لك بقى تحديث يخليك لما توصلك رساله تضغط عليها ضغطه طويله وتختار اختيار ذكرني وتحدد وقت معين عشان يوصلك تنبيه انك ترد على الرساله دي. بالشكل ده مش هتنسى زي عوايدك. التحديث الثاني بقى مهم جدا، انك تختار مين الاشخاص اللي مسموح ليهم يعملوا ريبوست او اعاده نشر للستوري بتاعتك، ودي حاجه حلوه جدا تحديدا في موضوع الخصوصيه. التحديث الثالث واللي فعليا بدا يوصل ناس كتير دلوقتي، وهو انك تقدر تسال الميتا AI عن اي حاجه في محادثه موجوده بينك وبين صحابك. يعني مثلا لو حد من صحابك بعت لك كلمه او مصطلح انت مش فاهم معناه، تقدر تضغط على الرساله بتاعته ضغطه طويله من 3 نقط اللي فوق بعض، تختار اسك ميتا AI او اسال ميتا، هيوديك تلقائيا بالرساله دي للدردشه بتاعه الذكاء الاصطناعي الخاص بميتا، وانت تساله عن محتوى الرساله دي معناها ايه. قولي بقى وصلك كام واحد من ال3 تحديثات دول، وتابعني لو عاوز تعرف الجديد اول باول.